الزوج ده رجع من شغله لقى مراته لسه ما عملتش الغدا، فتعصب عليها. قال لها انت لسه ما عملتيش حاجه؟ انا مش قايل لك اكتر من مره انا بحب ارجع من الشغل الاقي الاكل جاهز؟ ومسك الخضار اللي في ايديها ورمى الكيس، وقال لها انت ما بترديش عليا ليه؟ انت طرشه ما بتسمعيش؟ فهنا ردت عليه وقالت له يعني انت مش شايف الفوضى اللي انت عاملها؟ قعدت يومين عند ماما، ارجع الاقي الفوضى دي كلها وانت عارف ان انا معايا طفل صغير ومش بقدر اعمل اي حاجه منه؟ لا انت اتجننتي، انت عاوزاني اعمل شغل الستات؟ عاوزاني انظف وارتب البيت؟ لا 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 لا، ده انت جرى لمخك حاجه، انت بتدلعي. قالت له بقى انت شايف ان انا بتدلع؟ قال لها اه انا شايف انك بتدلعي. قالت له بقى كده؟ طيب خد ابنك وجرب الدلع اللي انا فيه، انا ماشيه وسايبه لك البيت. قال لها اتفضلي امشي مش محتاجك. هنا كلم مامته وقال لها ماما تعالي لي بسرعه. وصلت مامته، اول ما دخلت البيت لقت البيت عباره عن مزبله. قالت له ايه القرف اللي انت عايش فيه ده؟ قال لها الهانم راحت قعدت عند والدتها يومين، رجعت لقت البيت بالشكل ده. مش تنظف البيت، لا، اتلككت بانها مش قادره تعمل حاجه علشان الولد الصغير، واتخانقت معايا وسابت لي الولد ومشيت. خلاص يا ماما خدي الولد خليه معاكي، ويا ريت تاخدي بالك منه عشان انا نازل. قالت له انا مالي، انا مش هساعدك في حاجه، خد ابنك. روح يا حبيبي هات مربيه تشيلك ابنك، المربيه بتاخد 6000 يوان. قال لها بس انت امي مش هتقفي جنبي؟ قالت له ما عنديش مانع، اديني ال6000 وانا هشيلك ابنك. قال لها طيب خدي ال6000 وخلي الولد معاكي. ونزل ورجع لقى البيت يضرب يقلب. نادى على والدته قال لها ماما انت ما نضفتيش البيت ليه؟ قالت له انا مالي، لو حابب ان انا انضف لك البيت هات ال200 يوان وانا اروق لك الشقه. قال لها حاضر يا ماما. قال لها طيب انا هدخل اغير هدومي تكون يا ماما جهزت الغدا. قالت له حاضر يا ابني. ودخلت المطبخ وحطت على السفرة أطباق فاضية. قالت له يلا اتفضل كل. قال لها أكل إيه؟ هو فين الأكل؟ قالت له أنت دفعت تمن أكل علشان أنا أعمل لك أكل، هات 300 يوان. قال لها حاضر يا ماما خدي ال300. جابت له الأكل اللي كانت عاملاه في المطبخ، وبعد ما أكل قال لها طيب أنا رايح أنام عشان أرتاح. قالت له تنام إيه؟ أمال مين اللي هيغسل المواعين دي؟ تدفع تمن غسيل المواعين هغسل لك المواعين. قال لها يا ماما أنا خلصت مرتبي عليكي في يوم. قالت له ما أنت اتبطرت على النعمة اللي كنت فيها، جربت تعيش من غير مراتك؟ شفت قد ايه مراتك متحملة عنك كتير؟ شفت التعب اللي هي بتتعبه علشان تقدر تعبها بدل ما تحملها فوق طاقتها؟ رسالة لكل زوج، مراتك بتتعب زيك بالظبط ويمكن اكتر. الحياة مشاركة بينكم وكل واحد فيكم شايل جزء، فبلاش تقلل من تعب مراتك ولا تحسسها انها اقل منك، لانها سندك وشريكة عمرك. لو مقتنع بكلامي صلي على النبي في التعليقات.